السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده الفطيره المشلتت الفلاحي. بس قبل ما ابدا كده حابه اتكلم معاكم كده كلمتين. قد ما نقدر نتحكم في اعصابنا كده وناخد الدنيا بهدوء. آه، لان الدنيا بينا او بلانا هتمشي، بس احنا اللي بنتعب نفسنا وبنجاهد نفسنا لما بناخد كل حاجة كده على أعصابنا وبناخد كل حاجة على خاطرنا. ساعات بنبقى مستنيين من الناس كده ردود أفعال أو مواقف كده بتمر، بنبقى مستنيين منهم رد احنا راسمينه في مخيلتنا، لكن بنلاقي العكس. فهم مش غلطهم، الغلط من عندنا احنا، ان احنا ساعات بندي ناس كده جيمة في حياتنا ونديهم يعني مكانة كده في حياتنا، وبعد كده بنرجع نشتكي ان هم خذلونا. ده يعني نحاول ان احنا يعني نتحكم شوية في مشاعرنا، نعامل الناس بالمثل، لان مفيش حد يعني مهما تعمل معاه كويس مفيش حد هيغير من نفسه او من شخصيته علشان حد. كل واحد بيتعامل بطبيعته وبطبعه وعلى حسب ما هو اتربى وطلع. فاتمنى بس الكلمتين دول ما يكونوش تجال كده عليكم. انا يعني مريت كده بكذا موقف، فحبيت ان انا اقول معاكم الكلمتين دول، لعل وعسى ان يعني يكون حد في نفس المكان فايه يستفاد منهم، ان هو ما تديش لشخص مكانة هو ما يستحقهاش. طيب نبدأ معانا كده الفيديو، بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اتمنى بقى لو مش مشتركة في القناة تشتركي معايا علشان يوصلك مني كل جديد. هعمل معاكم النهارده الفطير المشلتت الفلاحي زي ما شفتوا كده معايا في بدايه الفيديو. التوريجات وحجم الفطيره معايا حجم ميكس، حجم فطيره كبيره خالص معايا. في البدايه كده انا معايا الدقيق ده دقيق جميع الاغراض. هستعمل هنا 2 كيلو دقيق. طيب لو ما عندكيش ميزان، الكيلو الدقيق بيعمل معاكي 8 مجات من مجات الشاي، او 6 اكواب من اكواب العصير. ده بيعادل معانا كيلو من الدقيق. هنحط عليهم معايا كده لتر من المية، مية عادي من الحنفية. هضيف عليهم نص معلقة من الملح، وثلاث اربع معالق كده من ايه، من السكر. هقلبهم معايا كده، والميه هنزل بالتدريج يعني لحد ما العجينه الاقي ان الدقيق اختفى معايا خلاص كده، والعجينه ايه لمت معايا. العجينه تكون معايا طريه ماشي، وشبه ان هي بتلزق كده بسيط. يعني انا هعجن فيها لحد ما تلاقي ان العجينه ايه بدات تخلع من ايدي. يعني لما اعجنها بايدي النظيفه كده او احط ايدي النظيفه ما بتلزقش معايا، تكون العجينه بتخلع كده معايا وما بتلزقش. عجينه تكون طريه وناعمه. هعجن معايا كده العجينه بالشكل ده كده، اخدمها معايا كويس. عفوا، شايفين العجينه اتلمت معايا ازاي بالشكل اللي انتوا شايفينه؟ افضل انعم في العجينه كده واعجن فيها لحد ما الاقيها خلعت من ايدي خالص. اول ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده، هبتدي كده معايا صينيه كبيره من اللي هي صواني العشاء، الصواني الكبيره خالص كده. همسحها معايا كده بمسحه من الزيت، وهبتدي اقطع معايا ايه العجين كده. ال2 كيلو هعملهم فطيرتين كبار زي ما انتوا شفتوا معايا في بدايه الفيديو. هعملهم معايا فطيرتين كبار، يعني الكيلو بيعمل معايا فطيره كبيره بالحجم اللي انتوا شايفينه. طبعا لو عايزه ان انت الفطيره ما تعملهاش نفس الحجم اللي انا عاملاه الكبير ده، ممكن انت تقطعي وتعمليهم على 4 فطاير، يعني ممكن تعمليهم 3 فطاير على حسب ما انت عايزه حجم الفطيره معاكي عامل ازاي. قطعت معايا الفطير كله، العجينه اسفه بالشكل اللي انت شايفاه كده. عملتهم معايا ايه 4 كور بالشكل ده كده. مسحه كده من الزيت على وش العجينه، ومعايا كيس بلاستيك وغطيت معايا العجينه بالشكل ده كده، وبسيبها تريح معايا كده من 3 ل4 ساعات لحد ما العجينه ترتاح معايا خالص. شايفين العجينه تحس ان هي ايه ارتاحت كده خالص وهديت خالص. طيب معايا
يعني الزبده اللي انت شفتيها معايا في الفيديو دي تعادل كوبايه من اكواب العصير الكبيره، اكواب الشوب الكبيره. يعني كوب من الزبده هحط عليه كوب من السمنه، واحط عليه نص كوب من الزيت. هفرد هنا معايا على دقيق. انت ممكن تفردي على زيت عادي براحتك انت، بس انا هفرد هنا على الدقيق لان انا جربت الطريقتين، وبصراحة الطريقة الأحلى فيهم اللي هي الفرد على الدقيق بالشكل ده. ببتدي أفرد بالشكل اللي انتوا شايفينه كده بالنشابة في الأول، وبعد كده ايه بشيل معايا الدقيق الزيادة، وبعد كده ببتدي ايه أفرد معايا العجينة بالشكل ده كده. قطعت معاكي كده تقطعات بسيطة عادي، ما تقلقيش. هتبقى معانا تمام خالص زي الفل كده. رشه كده من السمنه زي ما انت شفتي كده، من خليط السمنه والزبده والزيت. ده خليط توريق، انت ممكن تستعملي زبده وزيت، او زبده وسمنه، او سمنه وزيت براحتك انت، ده يرجع ليكي انت. ببتدي الم معايا كده العجينه، كل تطبيقه بحط ايه رشه كده من ماده التوريق زي ما انت شايفه. هلم معايا الكوره كده، اول كوره كده فردتها معايا بالشكل ده كده، هبتدي المها معايا وهفرد التانية بنفس الشكل، وهحط الاولى في قلب التانية. يعني هفرد اول واحده وهركنها معايا وهلمها بالشكل اللي انتوا شفتوه كده. هفرد معايا التانية وهحط ايه اللي فردتها في الاول، هحطها في قلب التانية اللي انا بفردها حاليا. شايفين بفرد معايا ازاي؟ ما تقلقيش من الدقيق، اي كميه دقيق بتبقى زياده معايا كله بشيله بعد كده، بستغنى عنه. يعني كله ده ما بيأثرش على العجينه معايا، ما بيأثرش عليها في اي حاجه. شايفين بلم معايا ازاي الدقيق بالسهوله دي، بنزله معايا خالص. شايفين العجينه لما ارتاحت معايا بتتنط معايا كده بكل سهوله ازاي. زي ما قلت لك بقى هنا الفيديو بيشرح نفسه. انا جبت اول قطعه انا فردتها حطيتها في قلب التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه، وزي ما بقول لك كل تطبيقه بحطها من ماده التوريق زي ما انت شايفه معايا كده. طيب انا بقول لك ان انا جربت الطريقه اللي هي بفرد الدقيق كده، وطريقه بفرد الزيت، وحبيت دي اكتر. ليه؟ لان الفرد على الدقيق هنا ما بينطرش معايا المادة التوريج اللي انا حطاها دي كلها كده في قلب الفطيره، ما بينطرهاش، ما بيطلعش منها، ما بيجيش بعد كده امسك معايا الفطيره علشان اكلها الاقيها كلها كده ايه بتنطر مني السمنه والزيت والماده الدهنيه كلها كده، وبتبقى بتسيح منها وبتنزل منها. لا، الفرد على الدقيق بيبقى احلى، بتتشرب كل السوائل دي بتبقى جواها كده، وفي نفس الوقت توريجها حلو خالص، وتبقى الورقات بتاعتها كده دايبه معايا كده شبه الجلاش، شبه البغاشه، بتبقى تحفه بصراحه. هنا بفرد معايا الفطيره التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه. اللهم صل على حضره النبي. شايفين معايا فرد معايا بكل سهوله. العجينه لما مرتاحه معايا بتتفرد بكل سهوله، ما فيهاش اي صعوبه خالص ولا اي تعقيدات معايا، بفرد بكل سهوله. وربنا يحسن ما بين ايديكم. امشوا كده وتابعوا الخطوات بالظبط زي ما انا ماشيه في الفيديو، ان شاء الله تطلع معاكي النتيجه نفس اللي شفتيها في بدايه الفيديو كده باذن الله. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين يا رب. ويحسن ما بين ايديا وايديكم يا رب، اللهم امين يا رب. هفرد معايا كده، متقلقيش بقى كده من ايه، من حته الفرد دي زي ما مشينا بالظبط بايه بايدي كده، وببتدي ارحها على ايدي كده العجينه. اللي مش فاهمه يعني ايه ترحي العجينه، يعني ايه بايدي كده، وببتدي ايه اوسع في العجينه كده، انطرها كده معايا لفوق لتحت كده، تلاقي العجينه ايه وسعت معاكي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبتدي ايه اطبق معايا دي الفطيره التانية، طبقها معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اتفقنا كل فردة والتانية، كل تطبيقة والتانية احط من المادة الدهنية زي ما انت شايفة معايا كده في الفيديو. بسم الله ما شاء الله. الفطير معايا هنا ايه طالع معايا تحفة، سهل خالص ما فيهوش اي صعوبة. دي كده حته قشطه كده ببتدي ايه افرد بيها العجينه. انا هنا بعد ما حطيتها في الصينيه كمان سبتها ريحتها كمان تاني نص ساعه، ساعه براحتك انت، كل ما تقعد وترتاح
كل ما تبقى سهله معاكي كده، ما تشدش معاكي الفطيره، تبقى سهله معاكي كده في الفرد، وتطلع معاكي ايه مورقه، وبسم الله ما شاء الله ما تغلبكيش في اي حاجه خالص. شايفين انا في الوقت ده كده كنت مولعه الفرن عندي وسخنته على اعلى درجه، بولع الفرن من تحت وبولع الشوايه بايد الاتنين مع بعض. بسيب الفرن كده معايا 5 دقايق لحد ما اتاكد ان الفرن سخن معايا تماما، لان الفطير هنا ما بيدخلش فرن بارد، اللي دخل فرن بارد معايا هتلاقيه عضم معاكي كده وجلد ونشف وما يبقاش فطير اساسا. لو الفرن بتاعك مش سخن كفايه، لازم الفرن نسخنه كويس وندخله معانا. شايفين بسم الله ما شاء الله بدات تنفخ معانا ازاي، زي البالونه كده ازاي، الطبقات بتاعتها كلها بدات ايه تنطر كده عن بعضها، وبدات ايه تبان معايا كده. شايفين بسم الله ما شاء الله شاربه السمنه بتاعتها خلاص. الصينيه عندي من تحت كده ما فيهاش اي ماده دهنيه، ده اللي انا كنت بحكي لك عليه، اللي هو فرد على الدقيق بتاخد النتيجه دي. ما بتلاقيش معاك الصينيه كلها ايه بتنطر سمنه كده من تحت وسايحه سمنه كلها والماده الدهنيه طالعه كلها في الصينيه، لا بتلاقيها متشربه معاك الماده الدهنيه كلها كده. بسم الله ما شاء الله معايا الفطير هنا تحفه. الفطير هنا يعني ايه مش محتاج ان انا اتكلم عن هو واصف نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم عنه او شكله كده لوحده يفتح النفس. شايفين دايب معايا ازاي، الوش بتاعه دايب معايا ازاي، شبه الجلاش كده معايا او البغاشة، حاجة كده تستاهل بقكم. طبعا نقدمه معانا هنا عسل اسود، عسل نحل، جبنة قديمة، قشطة، المتوفر عندك او المتاح عندك. وبألف هنا على قلبكم كده. اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى طبعا لايكات بقى كتير عشان الفيديو يرفع معايا، علشان كل يستفاد منه. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، اللهم امين. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم كده، تعليق حلو كده للوصفه. واللي التطبيقات طبعا اتمنى منكم ان انتوا تطبقوا نفس الطريقه كده وتبعتوا لي صور ليها، هكون مبسوطه خالص. مشاركه بقى لحبايبنا علشان كلنا نستفاد. شايفين بسم الله ما شاء الله التوريجات عامله ازاي. ربنا يحسن ما بين ايديا وايديكم، ربنا يحفظها نعمه ويزيدها ويحسن ما بين ايديا وايديكم يا رب، اللهم امين يا رب. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب. شايفين بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعد قلوبنا وقلوبكم، اللهم امين. اتمنى ان انا مكونش تقلت معاكم اول فيديو كده، واللي وصل معايا كده لنهايه الفيديو. شايفين التوريقات عامله ازاي من جوه، بسم الله ما شاء الله توريقاتها 100 100 وطريه معايا ومية مية كده تستاهل بقكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كده اكون وصلت لنهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم على خير في فيديو جديد.